تفتكر ممكن يكون في حجر صلب لدرجة إنه يرفض يتشكل وكأنه ليه إرادة خاصة بيه؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. القصة دي مش من وحي الخيال، دي حكاية اتنقلت بين أجيال النحاتين في مصر القديمة. بتحكي عن نحات شاب كان اسمه باكن، واخد على عاتقه مهمة عمره. أكيد نحت تمثال لملك جديد، مهمة ضخمة بتحدد مصيره ومستقبله في البلاط الملكي. بالظبط كده، الملك أمر إن التمثال يكون من حجر الديوريت الأسود اللي هو من أقوى وأصلب أنواع الأحجار على وش الأرض. باكن استلم الكتلة الحجرية الضخمة اللي كانت متقطعة بصعوبة بالغة من محاجر النوبة. حجر الديورايت بيحتاج أدوات خاصة، غالباً كانت من الكوارتز أو الدوليريت، وشغل سنين طويل عشان يتشكل. بدأ باكن يشتغل بحماس، دق بالمعاول وصبر على النحت. لكن الغريب بدأ يحصل من أول دقة. كل ما ينحت جزء عشان يظهر ملامح الملك الجديد يلاقي الشرخ خفيف بيظهر في مكان تاني من الحجر. شرخ؟ ده ممكن يكون عيب في تركيبة الحجر نفسه أو إنه اتنقل بطريقة غلط؟ باكن فكر كده في الأول، حاول يصلح الشروخ دي أو يتجنبها، لكن الأمر اتحول للعبة رفض. لو حاول ينحت العين الشفايف تتشقق، لو حاول يحدد خط الكتف جزء من القاعدة يتصدع. كأن الحجر بيقاوم كل محاولة لتغيير شكله الأصلي. دي حاجة بتخوف أي نحات في الدنيا. بعد شهور التمثال بدل ما يكون تحفة ملكية بقى كتلة مشوهة مليانة كسور صغيرة وخطوط رفض. النحات الشاب وصل لمرحلة يأس وراح للكهنة الكبار في المعبد وحكى لهم اللي بيحصل بالحرف. والكهنة كان رأيهم إيه؟ دايماً عندهم تفسيرات غير اللي في دماغ أي حد تاني. الكهنة اللي كانوا عارفين تاريخ كل حجر بيدخل المعبد بصوا للكتلة الحجرية بتأمل. بعد بحث السجلات المحاجر القديمة اكتشفوا إن الحجر ده كان مخصص لتمثال ملك سابق. يا سلام! يعني الحجر كان بالفعل بدأوا فيه شغل قبل ما يتوفى الملك أو تتغير الخطة؟ مش كده وبس، كان في اعتقاد سائد إن الحجر اللي بياخد دقات بسيطة في البداية بيحتفظ ببصمة روحانية للملك اللي كان هيتشكل عشانه. الكهنة قالوا لباكن الحجر ده مسكون برفض الماضي، بيرفض إنه يمحى ملامح ملك كان مقدر إنه يكون فيه. قصة درامية جدا. طب والحل؟ الملك الجديد مش هيسكت على فشل نحت تمثاله. الحل اللي وصلوا له كان عبقري وبيحترم التاريخ بتاع الحجر وفي نفس الوقت بيخدم الملك الجديد. قرروا إنهم مش هيجبروا الحجر ده على التشكل وهياخدوه زي ما هو بالكسور والتشوهات اللي فيه. إيه ده؟ وهيعملوا به بالشكل ده مش هيليق أبداً في مدخل المعبد. قالوا لباكن هذا الحجر الذي رفض الظهور في الواجهة سيصبح الأساس الذي يقوم عليه المعبد كله. وبدل ما يكون تمثال ظاهر اتحول الحجر ده لجزء من الأساس الداخلي للمعبد الجديد. يعني من تمثال ملكي فاشل لعمود أساسي مخفي بس هو اللي شايل البنيان؟ النحاتين من بعد باكن اتعلموا درس مهم، إن في أحجار ليها ذاكرة ولازم يتم احترام تاريخها. ومن وقتها بقى في تقليد إنهم يسألوا عن أصل أي كتلة حجرية كبيرة عشان يتجنبوا رفض الحجر. سبحان الله، التاريخ مش بس في المخطوطات، ده كمان في صلابة الأحجار اللي رفضت تستسلم للإرادة البشرية. وللعلم كل قصصنا خيالية للمتعة والتسلية فقط. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.